واهم من مؤتمر المناخ. يا نهار ابيض. لا حاجه النهارده بشعه. ربنا يستر على البلد. اللهم اجعله خير. شيرين رجعت لحسام حبيب. يخرب بيت ام شيرين لبيت ام حسام حبيب لبيت ام عمرو اديب. عايز حاجه تانية يالا؟ يخرب بيت ام شيرين لبيت ام عمرو حسام حبيب. اتنين شمامين لبيت ام عمرو اديب اللي ما عرفتش تربيك. انت مصري؟ طب ممكن تفرجنا كده بقى. عمرو اديب النهارده كان اهتمامه لما استضاف شيرين وفرحان قوي قوي انها رجعت في حضن. طب ما تجيب الفوطه وتسخن ما دي شغلتك دلوقتي. هات فوطه كده، كان بيقول لك زمان فوطه صفرة واقعد سخن ميه. مش عريس وعروسه يا تافه. ورينا كده. ايوه ايوه ايوه. اهلا يا استاذ عمرو. ايوه كده جلجل، سمع صوتك للناس. يا حبيب قلبي، انا الحقيقه لازم ابقى لطيفه جدا لان انت النهارده كنت عصبي شويه. انا هبقى لطيفه في المكالمه النهارده. طول عمرك لطيفه. يا حبيب قلبي ربنا يخليك. ازيك؟ طمنينا عليكي، صحتك عامله ايه؟ تمام كويسه؟ طمني جمهورك. انا زي البومب وحلوه خالص. في حد يبقى بيحبه ناس كتير كده وشعوب يعني بتقوم وتقعد وفي وسط مشاكلهم فاكريني. انا سعيده بيكوا وبتدفى بيكوا وبحبكوا ليا. ربنا ما يحرمنيش منكم. يعني نطمن الناس ونقول ان انت بقيتي كويسه الحمد لله. ايوه انا كويسه. لسه بخضع لعلاجي النفسي اللي بخضع له من ساعه ما خلفت مريم وانا. لكني انا بقيت كويسه جدا جدا وانا كويسه. هو مش عيب ان الواحد يبقى عنده علاج نفسي، دي حاجه يعني زي اي علاج اخر يعني. انما انا بتكلم طبعا بشكل عام. انت خلاص مش محتاجه ادويه دلوقتي او اي رعايه طبيه يعني. لا الحمد لله يا استاذ عمرو. وباين على صوتي بقى. لا مجلجله. لا انا سمعت صوتك في اوقات اصعب من كده. يا رب يخليك يا رب يخليك يا استاذ عمرو. البركه فيكم. طيب انتوا يعني مش عارفه اقول ايه. طيب واكيد عرفتي قيمتك عند الناس. انا ممتنه جدا للناس. يعني عايزه اقول لهم قد كده انتوا يعني انتوا تعبتوا فيا وتعبتوا عشاني. حلو التعبير. ايوه انتوا تعبتوا فيا وانا عمري ما هخذلكم ابدا. انت مصري يالا. بلدك كلها كانت واقفه على رجل واحده بكل اجهزتها عشان جماعه اخوانيه ارهابيه كانت عايزه تدمر البلد النهارده. وانت بوستها كام بوسه يا حسام؟ لا انا ما بوستهاش كام بوسه. انا خدت بس حضن كده على الطاير علشان احنا عايزين واحد لا مؤاخذه بقرنين. طب بقى بكره ان شاء الله خلي بالكم ترقبوا شيرين مع لميس مرات عمرو اديب. والله في ليله الدخله لميس اداني بالبنيه في وشي وقال لي يلا يا مره اللي مش عارف ايه وفتح لي عيني يا لميس. احنا البلد فاضيه ليكم انتوا الاثنين. انت بني ادم يا عمرو. انت يا صاحب قناه زفت الطين MBC احترم نفسك. انت عايز مين مصر؟ انت ناسي لما عادل حموده اداك على نافوخك وجيت تعيط لي؟ نسيت؟ ايام ما اتجوزت شيرين سيف النصر وقعدت تعيط زي النسوان. ما تلم يا اخي نفسك. احنا بلدنا فين وانت فين؟ طب هو النهارده رحب بشيرين وحبيبتي وصوتها. والله انت صعبانه طبعا عليا يا شيرين. انت عيله غلبانه. انت بتلعب بيكوا الكوره. انت قصه فلوسك. مره اخوك وامك ومره حسام وابوه واحنا عمالين نتفرج. ده احنا اللي محتاجين دكتور نفساني دلوقتي يا شيرين عشان نعرف خلاص الفيلم الهندي اللي انت عاملاه مع حسام ده يخلص امتى. انت غلبانه. اخوك قال عليك شمامه وانت قايله لي انا ان اخويا شمام وبعدين مش عارف امه قالت على الواد شمام. هي مصر فاضيه للشمامين؟ تاني يخرب بيتك لبيت حسام لبيت عمرو اديب لبيت لميس مرات عمرو اديب. عايزين مننا حاجه تاني بقى؟ طب ما تورينا كده بقى قبل ما نخش على الواد علاء زفت الطين دون. النهارده بقى
مصر كلها في حته والكلب ده في حته تانيه. هو بيقول لك ما تطلعوا علاء عشان اوريك بس بالظبط علاء قايل ايه على بلدنا وعلى شعبنا وعلى جيشنا وعلى شرطتنا. ايها المرتزق، انت بني ادم مرتزق. ها مش انت برضو اللي قلت مع وفاء الكيلاني جهزوها لنا يا ابني ان حسني مبارك ده كان حمينا وحسني مبارك، ورجعت قلت تاني مع الواد اللي عمل حادثه بالطياره ده اسمه ايه؟ فوده. يسري فوده. ان كان بيقول لي يا ابن الكلب يا جزمه، ابن الكلب ما بيطلعش امي يالا انت وصمه عار في جبين الاعلام انت ومراتك. وصمه عار في جبين. ورينا كده بقى هو عمال يدافع عن الواد اللي قال ادبه على جيش مصر. ها في يا جماعه مين الواد ده؟ مع احترامي للسعوديه وحاكم السعوديه جلاله الملك سلمان والله فوق دماغنا، وسمو الامير محمد بن سلمان انا شخصيا بحبه على المستوى الشخصي لانه ما بيخافش. تمام؟ انتوا سايبين الواد ده ليه اللي اسمه عمرو اديب مع الواد اللي اسمه ابراهيم على بتاع الابراهيم على عبد العزيز الابراهيم على شله ابراهيم في الابراهيم دول؟ انتوا سايبينه ايه يخرب في بلدنا؟ البلد كلها واقفه على رجل واحده وكانت كلها ايد واحده عشان تاني بقول النهارده تهزم هؤلاء المجرمين الارهابيين. وده اخبار ايه؟ بطل يالا في يالا مدفوق يالا يا عمرو زفت الطين واوعى تتكلم معايا. جايزولنا الفيديو وانا بقول له محمد مرسي ايام ما كان محمد مرسي موجود وقلت له شفت حلمي مش هيكمل مدته يا مامي يا مامي. ها فاكر يالا؟ فاكر اللي بتاكل على كل المواد بقيت مليونير؟ مليونير ايه؟ مليونير ايه؟ ده انت مليونير ايه؟ انت عديت. هاتهولنا يا ابني. معلش انا رايي جايز يبقى لان كل واحد في ناس اللي رايها إيه لا وحقوق الانسان حرام عليكم هيموت طلعوه، وفي ناس تانية رايها لا البلد ومصر وكرامتها لا لا لا, لا. ابعدوا عن كرامه مصر، ابعدوا عن مصر كبيره قوي. موضوع كرامه مصر ده وبتاع، انا بقول لحضرتك المصلحه، انت مصلحتك فين؟ مصلحتك اتفضل. النهارده اسره علاء عبد الفتاح من نص ساعه قدمت التماسا لرئيس الجمهوريه بالافراج عنه من نص ساعه بس. نناشدكم باستصدار قرار بالعفو عن علاء احمد سيف الاسلام عبد الفتاح، وذلك من خلال تفعيل نص الماده 155 من الدستور المصري، والتي تقضي بانه لرئيس الجمهوريه بعد اخذ راي مجلس الوزراء العفو عن العقوبه او تخفيفها، وذلك اسوه بالقرار الصادر مؤخرا من جانبكم رقم 510 لسنه 2022 بالعفو عن العقوبه الصادره ضد المحامي زياد العليمي. وتبع نص الخطاب باعتبار ان علاء الاخ الاكبر والابن الوحيد لامي ليلى سويف واحتياجها الشديد له خاصه بعد وفاه والدي منذ 7 سنوات، وباعتبار انه شاب ضاع من عمره ما ضاع، لديه حياه مهنيه يريد ان يلملم ما بقى منها ويعمل بمجال البرمجه التقنيه، والتي هي احد المجالات التي تشهد طفرات وتقدمات علميه كل ساعه. واضافت شقيقه علاء عبد الفتاح انه اهم الاعتبارات هو كون علاء اب الابن وحيد تم تشخيصه على طيف التوحد الذي سيكمل 11 عاما من العمر في نهايه هذا العام، حيث تم تشخيصه بشكل نهائي عام 2014 بالتوحد، وهي حالة خالد فهو غير قادر على التخاطب بالكلام. واكدت شقيقة علاء عبد الفتاح في خطابها لرئيس الجمهورية انه بعد خروج علاء في مارس 2019 استثمر معظم وقته خارج اوقات المراقبة المفروضة عليه حينها يوميا لتوطيد علاقته بابنه وانهاء كافة الاجراءات الخاصة بتعليمه والتي تعثرنا في اتمامها كأسرة اثناء قضاء شقيقي العقوبة السابقة. وبالفعل تمكن علاء من استصدار قرار بضم ابنه لفصول الدمج، وبالتبعية بدأ ابنه الدراسة وأصبح جزء من منظومة التعليم الأساسي لأول مرة مع إعادة حبس علاء في سبتمبر 2019. أكثر المتضررين كان ابنه. خلاص يا جماعة، أنا رأيي هو واضح،
انا عارف ساعات بقول حاجات وانا عارف هيتقطع من الكلام ده زي ما اتقطع. مصلحتك ثم مصلحتك ثم مصلحتك. انت مصلحتك ايه؟ بس كده. علشان هذا الامر. انما مع احترامي طبعا لكل الاراء، البلد والكرامه، ارجوكوا يعني هذا الامر قد انتهى من العالم. وفي النهايه صاحب القرار، لان هذا هو عفو رئاسي، هذا الامر بقى في يد الرئيس، هو امامه كل الاوراق واستمع الى كل الكلمات وهيعرف مصلحه البلد فين، وعلى اساس هيقرر. انا بقول يعني انه هذا الامر يتم عمله على اساس المصلحه. طيب يا عمرو، لما الطريق خاينه وعميله، القصه يا جماعه مش قصه عفو عن ولد، بالعكس انا من اسبوعين 3 هنا في جاهزه يا ابني قلت يا سياده الريس طلع العيال دي خلاص من باب الشفقه. انما بعد ما حصل في المؤتمر وينطرد عضو برلمان محترم ويتشتم ويتهان من العيال المجرمين اللي هم دلوقتي كلهم كله في المستشفى، كله عمل عمليه البواسير دلوقتي، كله خلاص، وعملها بالطريقه القديمه دلوقتي ليزر. لا زمان كان مؤاخذه كان ما اعرفش، كان بيجيبوا خابور يحطوا فيه بتاع دون صبغه يوت وفتيل ومش عارف ايه، واخد بالك؟ دلوقتي بيعملوها لهم دلوقتي جديده. تمام. فالنهارده انت بقى عايزين ناخد راي سيادتك يعني. اولا ايه رايك لما لو حسام وحبيب النهارده، حسام حبيب وشيرين النهارده بعد ما رجعوا ما فيش حد فيهم بس التاني عشان بيقرفوا من ريحه بعض، ما هي قايله قبل كده وهو قايل عليها قبل كده. ايه رايك يا عمرو بيه؟ وايه رايك يعني بعد اذنك يعني ان الشمه تبقى شمتين؟ ايه رايك؟ عايزين نعرف راي سيادتك. انت فاكر الشعب ده شغال عندك يالا؟ تجيبوا يمين ويجيبوا شمال. طيب خلاص، طب ناخد رايك بقى. هو الولد ده اللي قدم طلب عفو طبقا للدستور ما كانش عارف ان في دستور؟ ها؟ ولما عنده ولد عنده توحد ربنا يخليه له ويشفيه له، هو الضباط اللي ولادهم اتقتلوا، الضباط اللي اتقتلوا وسابوا ولادهم وامهاتهم وزوجاتهم ما كانوش عارفين ان هم عندهم ابناء برضو ما شافوش اصلا؟ ده في ستات كانت حامل. لو عندك الست اللي ردت على المجرمه الانجليزيه، بس خلي بالكم هو بيقول ايه؟ اصل هي دخلت وفجاه لقوها في شرم الشيخ